رحنا من احدث الاماكن السياحيه في الرياض، في الرياض مكان يعني لو بنقارنه في الدوحه، انا بالنسبه لي ويست ووك لكن افخم. شوجات هذا ويست ووكهم يعتبر يعني ولا لا، ولا ويست ووك شيء ثاني؟ هو شيء ثاني ولكن نفس يعني مش نفس الفكره، انه هاي يعتبر هذا اقول لك ويست ووكهم فرع الفي في اي بي لاكجري صراحه. بس الحلو في الموضوع انه في كل شيء، مطاعم، كافيات، في حلاق، اجواء جميله. لكن كان شيء سلبي في الموضوع انه هذا في الصيف ميت، ما في تكييف ابو دابي. لا للاسف احنا فزنا عليهم في الدوحه. الاماكن الخارجيه اللي في الدوحه تتفوق طبعا على الاماكن الخارجيه اللي في السعوديه. ليش؟ التكييف متوفر حتى في الصيف. هو عباره عن جزء من الحزم مول كستايل وكشكل. انا بس الفكره واحده، الحزم شيء اكبر. الفكره ليش انا قلته بالحزم راد؟ لانه لاكجري فخم. والحزم لاكجري عندنا في الدوحه رقم واحد من المولات، فهو لاكجري، مطاعم، كوفيات، في سينما، في فندق، فتقدر تسكن في الرياض المدينه الجديده هذه. ترى ناوي تسكن فيه السفره الجايه؟ لا لانه في سانت ريجس. لا صراحه ابدا يعني خليها عايز تقدر هذه يعني المقصود فيها فئه قليله من الناس ان شاء الله يا عمي. فبدينا من بير الرياض. صحيح تقهوينا في اقول لك شغله، الحلو هناك انه والله صوت الماء والنوافير في كل مكان جميل والله بيعطيك راحه نفسيه جميله. المكان كتمشايه اضاءه خافته، فالناس اللي بتحب التمشايه ترى جميل جدا وعائلي بامتياز. بلس الجو روعه. رحنا طبعا تقهوينا، ومن الاشياء المميزه في الكوفي اللي تقهوينا فيه اندر اوفر. صحيح. ايش كان بما انك انت من عشاق البراوني؟ من افضل البراوني اللي اكلته في حياتي صدقا. تعال ان شاء الله تجرب واعطيني كريدت. ومعلومه بسيطه ان الكوفي هاي ترى عنده مينيمم تشارج على الشخص 75 ريال حوالينها، يعني مش شرط 150. احنا الاثنين قالنا 120 130، احنا دفعنا 117 من الاخر. كوفيين ماي سويت 117 ريال. اقيم البراوني بحق الطعم ولا غلطه، بس السعر، بس الكميه لواحد يا دوب والسعر عالي 49 ريال. بس القهوه روعه. القهوه روعه، القهوه بحدود يستاهل التجربه، يستاهل 100%.